المحب دير باله أن يخادع أو يكذب حتى لو كان بالمزاح، لا، يتعود على الصدق. فالولي لا يكذب أبدا يا أحباب، يقول الحق. أما أن يجامل يداري ثم بعد ذلك مداراة، هذا شيء من النفاق، إلا مداراة في الحق. يعني يوم خاتم النبيين صلوات الله عليه جاء إليه رجل سمع صوت عرف النبي شوية، هذا النبي كان يسميه الأحمق، هذا الشيخ أحمق، شيخ عشيرة أحمق، يغضب يصيح كذا من عربيد الوقت. فلما سمع صوته وجي يسلم على النبي عليه السلام قال بئس ابن العشيرة، وفي رواية أخو العشيرة، بئس ابن العشير. هذا ابن العشيرة هذا واحد أحمق. ولما جاء استقبله حياك الله وأكرمه ووجهه. سيدة عائشة رضي الله عنها ألست أنت قلت هذا بئس ابن العشيرة؟ قال نعم يا عائشة، هذا أحمق، نذكر حقه، ولكن هنا عسى أن نكتفي شره وعسى أن يهتدي، أي من الحكمة. والحكمة لا بد منها في الموازنة بدون مراء، بدون خنوع. فيا أحباب أوصيكم هذه الوصية العالية: الصدق الله بالظاهر والباطن بكل لفظة، إن شاء الله يهيئ الصديقية اللي هي من مدارج العارفين المتقدمة. يا أيها الذين آمنوا الله اتقوا الله، هذا أمر إلى الله، وكونوا مع الصادقين. أي كلام هذا؟ الله يقول كونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع التقوى بالدين وكونوا مع الصادقين، ترابط. فأي كلام عن الله هذا؟ يأمرنا نكون مع الصادقين حتى ننول هذه المدارج المتقدمة بتوفيق من الله عز وجل. فيا أهل الانتباه، اعلموا لا بد من العلم، ولا بد من العقيدة، ولا بد من الاتباع، ثم مدارج الأدب إلى حال الصديقية بالصدق، ثم مدارج القرب. تعلمون بعد الصديقية هي مدارج الذكر بالاسم الأعظم، ومدارج المعرفة، ومدارج المحبة الإلهية، وحالة إضافة الحال بالصلة، وحالة الارتباط بالحضرة بالأيادي الموصولة. هذه منهج الكبار أحباب. هذه انظروا، الإنسان يغفل في هذا، وهذا هو العمر سريع. وشوف كل يوم نودع واحد وكل يوم كذا إلى آخره. الله، فاللي يكون مع الله والله لا يموت، في سعادة وأنس، وفي معارج لا تتوقف، لا في البرزخ ولا في الجنة. من عظيم ما سمعت من أحد كبار مشايخي الأجلاء قال: درجات القرب في الجنة لا تتوقف. أي جمال هذا! الله، هذا الذي مع الله بهذه المراتب، فانتبهوا إليها وأعيدها على عجالة: العلم والإيمان، الله، والاتباع والامتثال، امتثال لما
تؤمر به في صلة الروح ومدارج القرب ومدارج الصفاء والإخلاص وهكذا. ثم الأدب الله، وهذا من الأدب الافتقار. ثم الصدق والتصديق إلى معارج القرب العظيم. ثم منازل التحقيق في الذكر بالاسم الأعظم الله. ثم منهج المحبة. ثم الصلة والاتصال الله بما يضاف إلى حالك فيكون مدارج التجلي. كل هذا إذا حصل الصدق والتصديق. أما إذا كان الإنسان يكذب فهو بعيد عن الدين، فكيف يتحقق فيه مراتب القرب؟ الله يفتح عليكم فتوح أهل العلم والصلاح والولاية، يتولى قلوبكم وأهل بيوتكم بعين وده ولطفه، يا ودود يا لطيف يا واسع يا عليم. وسلام الله عليكم ورحمة الله.